ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده طول الوليه دي اتجننت اكيد. واحده هتفطر في رمضان رنجه. انا هفطر رنجه، نفسي هفتني عليها، وكانوا جايبينها عشان شم النسيم. فانا رحت مطلعه رنجتين وقلت والله اللي انا عاملاها، وهنفطر النهارده رنجه. النفس بقى هنعمل ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا انا كنت الرنجه كنت مسخناها على النار. دي طحينه. بص بعد ما فتحت البطرمان ما لقيتش طحينه على فكره، لقيت يا دوبك طرف المعلقه بس طحينه. هي بتحط لها طحينه طب ما تديها دلع شويه وتبقى حلوه. ومسكت الرنجه طبعا، سخنتها على النار ومسكتها قطعتها كويس، نضفتها من الشوك بتاعها ورحت نازله عليها. طبعا كنت مقطعه طماطم وبصل وفلفل اخضر وليمون. الليمون ده هتقولوا مصفر شويه، ليه؟ الليمون كان عندي في الفريزر، ما كنتش عامله حسابي ان انا هفطر رنجه. فقمت طلعت في دماغي بقى قلت هفطر رنجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا حبايبي، اللي ما اشتركش في القناه خش اشترك في القناه، ما تنسوش اللايكات كده وتشجعوني هقلبها بقى كويس. طبعا انا كنت عامله مسخنه العيش. المغرب كانت فاضله على الدقيقتين كده، وكانت هتدن. اكله سهله وطعمها حلو وجميل جدا. بصوا يا حبايبي، انا نضفت الرنجة ونزلت عليها بالطماطم. كنت مخرطة طماطم وبصل وفلفل اخضر، وحطيت كله على بعضه وقلبته كويس. هنا اهو انا جبت الرنجتين اهمت يا حبايبي. هاخدهم بقى واحطهم على النار. والبصل اهو محضراه والطماطم وطيتين كده خرطتهم. وطبعا ليمون، ولو في خل حط حبة خل بسيطة يعني، بس هو الليمون بيغني. وقرن فلفل اخضر وليمونتين. الليمون ده كان في الفريزر عندي. حطيت الطاسه بتاعتي على النار. طبعا انا ما بسخنهاش على النار على النار على طول على العيون، بتزفر البوتاجاز وبتزفر الدنيا. الطاسه تتغسل تبقى زي الفل. هنا حطيتها بقى تسخن. اول ما بتبتدي تسخن بقى يا حبايبي تبصوا تلاقي فتحت لوحدها. وممكن برضو لو ما بتحبوهاش تسخنوها، ممكن تعملوها كده برضو. انا عارفه ان انتوا دلوقتي بتقولوا الولادي هبله قوي، في ناس صايمه بتاكل رنجه. او النفس طلعت في دماغي، وقمت قلت اما اعمل رنجه. وكل سنه واخواتنا المسيحيين طيبين. بكره ان شاء الله باذن الله عيدهم، وشم النسيم يوم الاثنين بعد بكره. كل سنه وهم طيبين. يلا انا بعمل لهم الرنجه قبل هما ما يعملوا بقى. يلا عشان يخشوا ويشوفوا الرنجه وجمال الرنجه. هسيبها تسخن كويس. بصوا فتحت لوحدها ازاي ما بتتسخن. هو ابني كان جايبها لي عشان شم النسيم، فانا قلت له احنا كده كده هنبقى صايمين في شم النسيم، يلا بقى بالمره صيام بصيام. ورحت مطلعه اتنين كده، وقلت اما اقوم اعملهم واقعد اكل. اهو بعد ما سخنتها كويس. وانا جايبها اللي جايبينها من الراجل بقى بصراحه بيبيعها دلعه وحلوه قوي. هنا بقى هطلع باللحم بتاعها كله كده، عشان انتوا عارفين بقى ناكل كده على طول.